حبيت اختم باحلى حاجه هم عملوها، عشان كتير ناس سالتني ان هي عايزه حاجات للحبوب واثار الحبوب والحبوب الحمراء والحبوب الملتهبه، وحاجات لاثار الحبوب والكلف والنمش والحاجات اللي مضايقاهم. حاجات كتير مضايقه الناس في بشرتها، مش عارفين يستخدموا ايه ويجيبوا حاجات غاليه وما بتظبطش. سكينو ريتش اكتر حاجه هتبقى افكتيف معاكي. اول حاجه هو في ازاليك اسيد بنسبه 14، فالنسبه دي ممتازه انها تخفي اي اثر من اثار الحبوب. وفيها سلسليك اسيد عشان الحبوب الحمراء والملتهبه تختفي تماما وتنشف وتروح على طول. وبنسينول عشان يعيد بناء حاجز البشره بعد ما خلاص احنا خلصنا ان الحبايه راحت وان كمان اثرها راح، عشان يرطبها ويعيد بناء حاجز البشره من جديد بطريقه صح. ده اكتر حاجه هتبقى افكتيف معاكي جدا وهتدعي لي عليها. هو سعره 120 جنيه بس، مش هتندمي ولا لحظه انك اشتريتيه. هاتيه وشوفي طريقه الاستخدام الصحيحه، ولو حابين انزل لكم طريقه الاستخدام الصحيحه ليه سيبوا لي كومنت.